وانتهت الحكايه، انتهت القصه، انتهت كل حاجه لها علاقه افريقيا. ماتش يعني انا مش عارف اقول ايه، قرف. مبناش ولا هجمه طول الماتش، ولا هجمه غير اخر 10 دقايق لما مرموش شاط الكوره في نص الجون. فين منتخب مصر؟ مش عارف. منتخب مصر دفاعيا كان قوي جدا، هجوميا هو مش موجود. هو مفيش منتخب هجوميا موجود اصلا بيلعب كوره. ولا مرموش موجود، ولا صلاح موجود، ولا لينا اي شكل هجومي، وامام عاشور عمال يستعرض بالكوره وحاجه قرف. ده منتخب قرف. اللي انا شفته النهارده ده مختلف خالص عن كوت ديفوار. هتقول لي الكرة جت، الكرة جت جون كده، ساديو ماني لطشها كده جت جون. معاك في كل ده، بس في الاول والاخر ربنا بيدي للمجتهد. انت اجتهدت دفاعيا بس ما عملتش اي حاجه هجوميه. انت الماتش ده انت داخل انا عايز اكرر السيناريو ضربات الجزاء، وهو بقى احنا وحظنا، لان في فرق امكانيات رهيب بين مصر والسنغال. كلنا عارفين فرق امكانيات رهيب، بس العب كوره. يعني حسسني ان في تكتيك شغال، في لعب شغال. قرف. ده انا يعني بعد الجون انا اصلا كنت عارف ان هيخش فينا جون عاجلا او اجلا. ليه؟ لان انت بتلعب دفاعيا بس. انت بتلعب انك تصمد 120 دقيقه 90 دقيقه، وقت ما تضيع شوط اول وشوط تاني. ايه المنتخب ده يا جدعان؟ بصراحه لو المنتخب ده كان وصل النهائي يبقى احنا كنا بنهزر. ده ما ينفعش يوصل النهائي ويكسب افريقيا. معكش غير صلاح ومرموش، وصلاح مش في حالته ومرموش مش في حالته. مفيش حد النهارده في حالته من الناحيه الهجوميه. منتخب مصر كان عقيم هجوميا، مفيش اي حاجه. انا مش عارف اقدر اقول لك امكانياتنا دي امكانيات، يعني واحنا اوجينا دي امكانيات منتخب مصر. السنغال اقوى من كوت ديفوار، يعني سجل عملنا في كوت ديفوار احنا عقدتهم، هم بقى عقدتنا. يعني احنا عقده كوت ديفوار، هم عقدتنا. السنغال عقدتنا 3 مرات نطلع منهم على التوالي. مره في افريقيا في النهائي، ومره لما طلعنا من كاس العالم، تصفيات كاس العالم بتاع ضربات جزاء، والمره دي بقى مش بضربات جزاء، طلعنا بجون لطش كده من ساديو ماني وبرده طلعنا. هو كل مره ساديو ماني هو اللي بيطلعنا. يا جدعان ايه ده يا جدعان؟ للدرجه دي منتخب السنغال مش عارفين يكسبوا؟ مش عارفين نعمل مع اي حاجه؟ ماتش يعني للنسيان. مش عايز افتكره، نهايه حزينه، نهايه مش عايز افتكرها. عملنا كل يعني في البطوله. انا كده اصلا انا كنت من قبل البطوله وعارف ان احنا اصلا مش هنوصل للدور ده، فوصول للدور ده انجاز بالنسبه لي. تمام، بالمنتخب الكتيان اللي معانا ده. بس يعني انا شايف ان احنا عملنا انجاز حلو، بس في نفس الوقت النهايه كانت وحشه قوي. يعني نهايه بماتش ما عملناش فيه ولا هجمه، غير اخر 10 دقايق عملنا هجمه واحده. انت متخيل احنا فين؟ احنا بعيد قوي. احنا بعيد قوي. قصاد السنغال مش عارفين نعمل ولا هجمه، وهنعمل في كاس العالم الجاي بعد 6 شهور. هنعمل ايه لما نقابل بقى منتخبات قويه؟ هنعمل ايه؟ هنروح فين ولا هنعمل ايه؟ يا جدعان لازم يكون في، يعني مش عارف. انا مش عارف اقول ايه. آه، يعني نهايه حزينه، نهايه وحشه لاي حد بيتابع كوره. انا لو كنا لعبنا ماتش حلو وطلعنا اقول لك يا عم ماشي مبسوط قوي بقى وعملنا اللي علينا وبتاع، بس احنا ما عملناش اللي علينا. عملنا اللي علينا دفاعيا، ما عملناش اللي علينا هجوميا. نهايه حزينه بكل المقاييس. المعسكر عمال فرح بقى واغاني وبتاع مش عارف ايه، اهي دي نهايته ايه؟ اهو حزن تام، وكل واحد يروح لفرقته ولا كان حصل حاجه. واخر كاس افريقيا لصلاح، خلاص كده مش هيشم من افريقيا دي تاني. خلاص خد كل حاجه في العالم، وما خدش افريقيا اللي هي تبع بلده، اللي هي تبع قارته، اللي هو بيسعى لها بقاله 3 سنين، بقاله سنين كتير قوي بيحاول يكسبها مش عارف يكسبها. يعني الحمد لله قدر الله مش هفعل. نهايه حزينه، نهايه مؤسفه. اكتبوا رايك في الكومنتات. وهل احنا ممكن نعمل حاجه كاس العالم بعد اللي احنا شفناه ده في افريقيا، ولا احنا اصلا دي امكانياتنا ودي دنيتنا ومفيش اكتر حاجه ممكن نعملها اكتر من كده؟ اكتبوا تحت في الكومنت. بس عشان تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. مش عايز تشترك يا عم يعني، بس حتى مش نفسي اقول لك اشترك يا عم بعد النهايه المقرفه دي. سلام.